عاملين ايه يا حلوين؟ رجعت لكم تاني بالجزء التاني من قصة زغلول وطاقية الإخفاء. يلا نكمل القصة مع بعض. زغلول راح لأمه. يا حاجة، يا حاجة أنا هنا. الأم ردت من المطبخ: مين اللي بينادي؟ أنا مش شايفة حد. هو أنت يا زغلول رجعت؟ زغلول فهم اللعبة. الطاقية فعلا بتخفيه عن عيون الناس، لكن مش بتخفيه عن عينه هو. زغلول طار من الفرحة. كده الدنيا بتاعتي، هخش السينما ببلاش وهجيب أحلى أكل من المطعم ببلاش. وفي عزه وهو فرحان افتكر كلام البياع إن الطاقية فيها عيب. زغلول قال لنفسه: عيب إيه بس اللي هيهمني؟ أنا خلاص بقيت مختفي. قرر زغلول إن هو يروح أحسن مطعم في البلد. لبس الطاقية ودخل المطعم بكل ثقة، وقعد على أحسن ترابيزة. الجرسون عدى من جنبه كأنه مش موجود. زغلول دخل المطبخ وأخد أحلى وأغلى طبق، وراح قعد على الترابيزة تاني. زغلول رجع وقعد ياكل وهو مستمتع جدا وفرحان. بس فجأة كل اللي في المطعم بيصرخوا، كلهم بيصرخوا بصوت واحد: يا نهار أبيض! ايه ده؟ الطبق بيطير في الهوا، واللحمة بتتقطع لوحدها. شوفوا، بصوا اللحمة بتختفي ازاي جوه الهوا. الموقف بقى مسخرة بجد. زغلول كان مختفي صحيح، لكن الأكل اللي بياكله مش بيختفي. الأكل كان بيطير في الهوا وبيختفي جوه بقه، وكل الناس كانت شايفة ده. الشرطة جت والناس كانت مفزوعة. زغلول حاول يهرب، بس هو صحيح مش مرئي، لكن آثار خطواته على الأرض والطبق اللي كان بيطير في الهوا كل ده كشفه. الأمن مسكه، وزغلول اعترف بسر الطاقية. فهم زغلول ساعتها عيب الطاقية، إنها بتخفيه هو بس، لكن مش بتخفي أفعاله. وطول ما هو بيتحرك وبيعمل حاجة، الناس هتشوفه إنه شبح. الطاقية دي علمت زغلول درس مهم جدا: إن أهم من إنك تكون مختفي هو إنك تكون فعلا محترم وواضح في أفعالك، لأن النية السيئة دايما بتتكشف، حتى لو كنت لابس طاقية إخفاء. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل القصص الجديدة اللي جاية. يلا باي باي.